السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تمام الصحة والعافية. وحشتوني جدا. ان شاء الله النهاردة هنعمل كده اكلة سريعة لنص الليل. ولادي قالوا لي جعانين، قلت لهم تمام هقوم اخترع لكم اختراع كده حلو. جبنا ب10 جنيه فينو، بدأت ان انا اخترع بقى في الفينو اللي عندي ده. قلت لهم هعمل لكم بيتزا. جبت الفينو، طبعا ما استخدمتش ال10 جنيه كله، ال10 جنيه طبعا يعملوا 10 ترغفة. خدت منهم 7 بس، وبدأت ان انا اقسم الفينو بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. كل رغيف هقسمه نصين. طبعا كل الأرغفة هعمل فيها نفس الطريقة. لو عندك فينو بايت هيبقى حلو جدا وأحلى كمان من الصابح. هنبدأ نقسم كده الفينو اللي عندي كله. وكل واحد برضو هقسمه تاني في الآخر ليه انصاص، يعني أنا مش هخليه بطوله كده، لا أنا هقسمه انصاص كمان. علشان لما أجي أقطع في الصينية بتاعتي يبقى سهل إن أنا أقطع قطع البيتزا، يعني زي ما انتوا شايفين كده هنقطع كل الكمية بنفس الطريقة. وبعد كده هنجيب الصاج اللي انا هعمل فيه البيتزا. طبعا اي صينيه عندك هتغني عن الصاج ده، بس انا قلت عشان اعمل كميه اكبر يعني. بدات ان انا ارص فيه كده الفينو. ولو عندك صلصه بيتزا هتبقى حلوه جدا برضو، نرش بقى كده وندي دهنه صلصه. كان عندي كاتشب، قلت هيديني نفس الغرض برضو، بدات ان انا ارش الكاتشب كده على وش الفينو. وبالفرشه بقى كده بدات ان انا افرد الكاتشب اللي انا حطيته ده. طبعا الكاتشب يغني عن صلصة البيتزا، يعني هيدي نفس الغرض. بعد كده كان عندي برضو شوية من الميكس الجبن. يعني كانت جبنة موتزاريلا على شيدر على رومي. قلت بقى احط كده رشة خفيفة. يعني في الارضية كده هتدي طعم حلو برضو. رشة خفيفة، وبعد كده نحط بقى الايه، الحشوة الاساسية او الحاجات الاساسية على الوش. كان عندي بقى سلامي، وعندي كمان طماطم مقطعاه شرايح وفلفل وزيتون. الحاجات اللي موجودة عندي في التلاجة طلعتها يعني. طبعا اي حشوة عايزين تحطوها على الوش هتبقى حلوة جدا للبيتزا. بدأت ان انا ارص كده السلامي جنب بعضيه، وبعد كده بدأت ان انا احط بقى قطعة طماطم وقطعة فلفل وزيتون. يعني بدأت ان انا اشكل كده في الوش بحيث ان هي تطلع شكلها حلو في الاخر. طبعا كل صينية هنعملها بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وخلصنا الصينية بتاعتنا اهو، زي ما انتوا شايفين حاجة كده اخر عظمة. تحسوا ان هي لوحة فنية ما شاء الله. كده خلاص خلصنا، فاضل بقى اخر لمسة معانا وهي رشة الموتزاريلا من على الوش. نبدأ نحط كده اي نوع جبن موجود عندكم بيسيح نحط من على الوش كده. انا عندي موتزاريلا، بدأت ان انا احط كده. واحط بقى كمية حلوة كده عشان تديني طعم حلو كمان في البيتزا بتاعتي. وكده خلاص يا دوبك كده هندخلها على الفرن على طول تاخد لون من على الوش، وايه وهي كده كده مستويه، كل حاجه فيها مستوي. انا كنت مشغله الشوايه مع الفرن علشان ما تاخدش وقت معايا وما تنشفليش كمان المكونات بتاعتي. يا دوبك خدت ربع ساعه كده في الفرن وطلعناها على طول. حاجه كده اللهم بارك تحفه. زي ما انتوا شايفين كده لونها طبعا طلع ذهبي وجميل وطرية خالص من على الوش. طلعنا قطعة منها كده، حاجة كده جميلة اللهم بارك. بصوا بقى كل المكونات خلاص خدت السوا اللي عاوزاه، وكمان الموتزاريلا ساحت، حاجة كده جميلة اللهم بارك. دي كانت وصفتنا السريعة النهاردة لجوع نص الليل. جربي كده وقولي رأيك ان شاء الله، وما تنسيش بقى اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك الفيديو اللي جاي ان شاء الله. واشوفكم على خير، والسلام عليكم.